هل سألت نفسك يوماً ليش تحس بالتعب حتى لو نمت كفاية؟ الإجهاد مو بس قلة نوم، الموضوع أعمق من ذلك. الأسباب اللي توصلك للإجهاد: واحد، قلة النوم العميق، مو عدد ساعات النوم وإنما جودة النوم. لو عقلك يظل شغال قبل لا تنام، جسمك ما ياخذ الراحة الكافية. اثنين، التفكير المستمر والضغط النفسي. كثرة التفكير بمشاكل الحياة أو الشغل تستنزف الطاقة العقلية. ثلاثة، قلة الحركة وسوء التغذية. الجلوس الطويل مع أكل غير صحي يخلي جسمك أضعف من مواجهة الضغط. أربعة، إهمال الراحة الذهنية. استخدام الهاتف طول الوقت بدون ما تعطي دماغك فترة صمت وهدوء يسبب تشبع وإرهاق. كيف تتجنب الوصول للإجهاد؟ واحد، نوم منتظم. حاول تنام وتصحى بنفس الوقت كل يوم، وابتعد عن الشاشة قبل النوم بساعة. اثنين، فترات استراحة قصيرة. خلال عملك خذ 5 دقائق كل ساعة تتحرك أو تعمل تنفس عميق. ثلاثة، رياضة خفيفة يومياً مثل المشي أو تمارين بسيطة تعطيك طاقة وتقلل التوتر. أربعة، أكل متوازن. قلل من السكر والوجبات الثقيلة وأكثر من الخضار والماء. خمسة، راحة ذهنية وروحانية. مارس التأمل، الصلاة أو حتى جلسة هدوء بعيد عن الضوضاء. تذكر، التعب مو طبيعي إذا استمر يومياً. جسمك وعقلك ينطوك إشارات لازم تسمعها. اجعل الراحة جزء من شغلك مو عكسه.